كنت فاكر ان انا لما اجي اعبد ربنا اصلي واصوم واقوم الليل كده ان انا اخد تذكرة لدنيا مرتاحة، اخد تذكرة لبيت واسع، فلوس كتير، قلبي سليم وقلبي مرتاح طول الوقت طول اليوم. وكنت فاكر كده. بس اللي اكتشفته ان اللي انا كنت فاكره واللي انا كنت متخيله في دماغي بسبب ان انا اقرب من ربنا والتزم ان الحياة تضحك لي بعد ما اقرب من ربنا، طلع ده كله غلط. لما سألت فيه شيخ قال لي انت مش بتعبد ربنا علشان انا اعبدك يا رب فانا اخد، لا انت مش بتعبد ربنا علشان تاخد منه هات وخد. العبادة مع ربنا مش عبادة زي صفقة هات وخد، لا انت بتعبد ربنا علشان انت ملكش غيره. انت اللي محتاج ربنا مش ربنا هو اللي محتاج ليك. عندك مثال، يعني عندك الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعبدوا ربنا وعلاقتهم مع ربنا قوية جدا، كانوا بيعبدوا ربنا بطريقة احنا عمرنا ما هنكون زيهم. بس من رغم ذلك هل هم اختاروا الراحة؟ أكيد طبعا لا، هم ولا اختاروا الراحة ولا أي حاجة، ده هم اختاروا التعب، الظلم والفقدان، اختاروا أيام صعبة كتير. بس من رغم ذلك كانوا عايشين وقلبهم دايما مطمن، قلبهم دايما فيه يقين، حياتهم طيبة بمعنى صح. العبادة مع ربنا بإنك أنت تعبد ربنا علشان يخلي حياتك طيبة. ممكن ان انت بتتمناه واللي انت بتتمنى ان ربنا يوعدك فيه في دنيتك ممكن يجيلك، ممكن لا. بس من رغم ذلك انت المفروض تلتزم بعبادتك مع ربنا علشان انت ملكش غيره. واللي اكتشفته كمان ان النجاح هو مش النجاح في الدنيا اللي احنا مثلا يبقى معانا بيت واسع، فلوس كتير، نسافر هنا وهناك والكلام ده. قال لي لا، النجاح هو النجاح اللي في الاخرة. النجاح اللي هو انت المفروض تدوس على نفسك في دنيتك علشان تنجح في الاخرة. انت لو عشت 80 سنة، 100 سنة، 1000 سنة في دنيتك هيجي في يوم وهتموت. يعني إن النجاح ان انت هتوصل له والحاجات ان انت تعملها والفلوس ان انت تمسكها، ده كله في يوم هيبقى مش معاك ولا تقدر تعمل بيه اي حاجة. امال النجاح ان انت المفروض تدوس بيه على نفسك في دنيتك هو النجاح اللي في الاخرة. لما تنتقل للاخرة هو انت هتعيش للابد، فانت المفروض تعمل للنجاح بتاعك في الاخرة. الشيخ قال لي كده، قال لي انت المفروض تركز على نجاحك في الآخرة مش نجاحك في الدنيا. تركز على نجاحك في الآخرة 90% ونجاحك في الدنيا 10%، نمشي الدنيا. بس هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله لك. عبادتك لربنا مش صفقة هات وخد، لا، عبادتك لربنا أنا أعبدك يا رب علشان أنا بحبك ومليش غيرك، وأنت اللي هتقف جنبي في أيام الصعبة. وربنا هيخلي حياتك حياة طيبة، حياة طيبة وحياة جميلا باذن الله في وسط التعب. فانت اختار بانك انت في وسط التعب، في وسط الايام الصعبه ان انت عايشها، تكون دايما قلبك مطمن، قلبك مرتاح بسبب عبادتك لربنا. دي نصيحتي ليك اللي قالها لي شيخ، فانا جيت اقولها لك علشان انت لو كنت بتفكر زي كده فادينا انا فهمتك. كان معاك يوسف مؤمن، سلام.